جميعا واهلا بكم من النشرة الرئيسية للأنباء. عاد الهدوء إلى جلالة بجزيرة جربة بعد يوم ساخن وقعت فيه مواجهات بين محتجين يطالبون بغلق مصب للفضلات ووحدات من قوات الأمن، واستخدمت قوات الأمن الغاز المثير للدموع فيما ارشق المحتجون بالحجارة وقالوا إنهم تعرضوا لطلقات رصاص. وتفيد مراسلتنا بأن المواجهة أسفرت عن إصابة 50 شخصا بين أفراد من قوات الأمن ومتظاهرين. المطالبة بإغلاق مصب النفايات في منطقة جلالة بمعتمدية جربة تجاوزت حد الاعتصام لتتحول فجأة إلى مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومواطنين من الجهة تم خلالها استعمال الغاز المثير للدموع بكثافة وتراشق بالحجارة. المواجهات العنيفة أفضت إلى حرق عدد من سيارات الأمن، كما سجلت عشرات الإصابات في صفوف أعوان الأمن ومواطنين. المواجهات اندلعت منذ الصباح عندما حاول عناصر الأمن إبعاد عدد من المعتصمين عن الطريق المفضي إلى مصب النفايات المنزلية. أنا يضربوا علينا أولادنا، معناها شرطة يصيروا يضربوا معناها هنا. أنا أشبح سيدي الحانوت، وأنا شفت الحانوت معناها فيها ملايين من برا، لكن الحانوت فيها ملايين من برا وأنا قدامها وضرب الكرتوشة وأنا في الحيط تحت. في الأثناء تعرض مركز الأمن بالجهة إلى تكسير لوحته الخارجية فضلا عن تهشيم باب مكتب حركة النهضة بالجهة، والروايات بشأن الوقائع اختلفت وتباينت. مجموعة صغيرة موجودة في الاعتصام، جت الشرطة فرقتهم وزادها هبطت لوسط الواحد وهي اللي بدت بقنابل مثيرة للدموع، وانتم باش يكون رد فعل المواطنين للجهة، والدليل أن لا فما حتى إنسان الضر. الطريق المؤدية إلى مصب النفايات المنزلية في منطقة جلالة أغلق لأكثر من أسبوع احتجاجا على استمرار استغلاله في ظل ما يسببه من مشاكل بيئية وصحية على متساكن المنطقة. المحاولات الرامية إلى إيجاد صيغة ترضي الجميع بحثها ممثلون عن أهالي جلالة مع الحكومة المؤقتة، لكنها لم تفضي إلى حل توافقي. ولمزيد التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد طروش، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. سيد خالد. نعم شكرا. أهلا بك. سيد خالد، تبينت الروايات بشأن حقيقة ما وقع في جلالة، ماذا حصل بالضبط؟ شكرا. اللي حصل بالضبط وأنه فما مجموعة تقريبا حوالي 40 شخص اليوم واصلوا الاعتصام أمام مصب الفضلات المنزلية بجلالة. كما تعرفوا كما جاء في التقرير في الفترة الأخيرة السلطات الحكومية وكما قلنا سمعت وانتبهت لمشغل الأهالي لقاو حل، وانه في غضون السنه الجاريه القادمه سنه 2013 باش يلقاو حل المصب هذايا. تواصلت اليوم مجموعه فيها 40 شخص اعتصموا قدام المصب هذايا وغلقوه، وراهو هذا شيء قاعد يسبب في مشكله بيئيه في جزيره جربه، خاطر المصب الوحيد اللي البلديات تستعمل فيه. فما مساعد وكيل جمهوريه النيابه العموميه مسؤول امني هبطوا تحاوروا معاهم في مرحله اولى، ما حبوش يقتنعوا، وتم باذن النيابه العموميه تدخل لتفريق المعتصمين هذوما لفتح المصب. نعم. هنا سيد خالد يعني عذرا، نعم. هنا ربما هناك من راى ان في الامر مبالغه في التدخل الامني. لا باش نعطيك هذا التدخل اللي كانت قدام المصب وتم تفريق المجموعه الصغيره هذه. المجموعه الصغيره مشات في مرحله اولى اللي حاولت تستهدف محطه تحليه المياه بجربه، قريبه برشا غادي من المنطقه، قريبه مش بعيده برشا على المصب. هذا امر خطير، والحمد لله تم تامين محطه تحليه المياه والجيش الوطني مشكور قاعد يامن فيها. من بعد وسط المدينه بتاع جلالة جمعت اعداد كبيره وتولت وقتها هجوم معناتها عنيف ضد قوات الامن الداخلي، ضد قوات الامن. استهدفت مركز الامن الوطني بالحجاره بالمولوتوف، استهدفت سيارات شرطه، حرقت 8 سيارات تم حرقها بالمولوتوف. 8 سيارات شرطه او سيارات يعني على ملك مواطنين؟ 8 سيارات شرطه. نعم. والعنف هذايا نتاع الاعتداءات تسبب في اصابه 48 عون من اعوان الامن، منهم معناتها فما بكسور ورذوذ، وفما 4 حالات موجوده. طبيعه هذه الاصابات سيد خالد؟ نعم. طبيعه هذه الاصابات كانت من الجانبين، من الجانب الامني والجانب المدني. المواطنين اللي هاجموا 2 مواطنين برك، اصابات في صفوف المواطنين 2 وفي صفوف قوات الامن 48. هنا نفهموا اتجاه العنف منين كان، معناتها كان من قبل المتظاهرين ضد قوات الامن. 48 اصابه دليل كبير وانه العنف كان مسلط على قوات الامن. نعم. الوضع الامني الان سيد خالد، الوضع الامني الان كيف هو؟ مستقر بعد الاحداث هذه، وفما تعزيزات امنيه تم ارسالها الى جزيره جربه،
واكيد التحريات والتحقيقات باش تلاحق وتتابع كل من سيثبت وانه تورط في هذه الاعمال الاجراميه. احنا الاعتداء على مقرات امنيه او سيارات امنيه اللي هي ملك المجموعه وقاعدين نحاولوا ندعموا الامن بالتجهيزات مش نحرقوا لها. اشكرك سيد خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على كل هذه التوضيحات. إلى خبر آخر، جابت شوارع مدينة سيدي بوزيد صباح اليوم مسيرة سلمية مؤيدة للسياسة الحكومية. المشاركون في المسيرة التي دعا إليها المكتب الجهوي لحركة النهضة طالبوا الحكومة بتحقيق التنمية في المنطقة وتطهير الإدارة منددين بما شاهدته